خلاص عثمان ديمبلي هو اللي خد البالون دور. ولو قعدت تقنعني من 4 سنين اللي عثمان ديمبلي كان هو اللي هياخد البالون دور، كنت اقول لك انت راجل كذاب بالاداء اللي كان بيقدمه. لكن الحياه تعطيك امل بسيط، ولو يا دوبك يا تمسك فيها يا تتساب. ويا عالم هتتساب بقى، تترمي رمية الكلاب ولا تترمي في انهي حته يعني. موعظة يعني اتمنى اي حد من الشباب وانا اتعلم منها، اللي مفيش زي اللي هو ايه، مفيش حاجة توقفك غير دماغك هي اللي هتتحكم فيك وهي اللي هتعطيك الامل بالناس اللي حواليك. رغم النهارده يعني عامة يعني بيبقى هنتكلم على الترتيبات اللي هي بتاعت البالون دور اللي هم ال10 اللي كانوا المفروض مترتبين. بس انا كنت عايز اقول رأيي بس عامة يعني مش عارف هم خلوا رافينيا ليه في المركز الخامس. هو انا ما بقتش فاهم المعايير اللي بتتقدم في البالون دور هي ماشيه ازاي. يعني انت تيجي بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت رودري قال لك عشان واخد اليورو، تمام ماشي، ما انت فينيسيوس واخد دوري الابطال. طب المعايير دي اتثبت ازاي؟ يمكن قال لك عشان هو بيعمل حوارات وبتاع، تمام ماشي انا فاهم فيها. هل بقى رافينيا عمل حوارات بره؟ تمام، لو عمل حوارات بره اقول لك ماشي مركز خامس. صلاح انا كنت شايف اللي هو مركز ثالث عشان هو مساهمات وكده. ممكن عشان خلوا فيتينيا يبقى في المركز الثالث، عشان سالت واحد صاحبي عزيز عليا يعني قال لا هم خلوه المركز الثالث عشان الراجل كان واخد الاوروبيه مع كريستيانو رونالدو في عشان هو برتغالي يعني وكده. فانت دلوقتي بتشوف اللي انت لامين يامال مركز ثاني، عثمان ديمبلي الاول، تمام. لا ناخدها كده بالترتيب، عثمان ديمبلي، لامين يامال، فيتينيا، صلاح، اللهم صل على النبي على رافينيا. ايه ده اللي انا بقوله ده يعني؟ اللهم صل على سيدنا محمد وكده. انا بتكلم على رافينيا المركز السادس، والمركز السابع حكيمي. انا ابدا لك بدول عشان استغربت عامه كانوا بيقول لك كول بارما العاشر وبتاع. بس انا عامه يعني من رايي الشخصي عامه انا كنت شايف اصلا رافينيا يكون في المركز الرابع ويبقى في المركز الخامس فيتينيا عادي مفيش اي مشاكل، بس عشان هي اللي قال لك عليها. برغم ان هو قال لك معايير بتاعت السنه اللي فاتت، قال لك رودري واخد اليورو فهو عشان ما عندوش حوارات. هل رافينيا عشان عنده حوارات؟ طب صلاح عامل مساهمات تقيله جدا في عدد ماتشات قليله، متقبل الموضوع ده. وانا مع احترام اللي هو ما يحضرش اصلا البطوله دي، قصدي المسابقه دي، عشان يودوه في الاخر مركز رابع، وانا يعني محترم حوار زي ده. لكن انت تيجي تقول لي لامين يامال وبتاع، عادي انا ممكن اقول لك برضو لامين يامال عادي، ممكن اللي كانوا يتنافسوا في المركز ده لامين يامال لو كان اتحط المركز الخامس عادي ما كنتش هتضايق. رافينيا اللي كنت محتاجه يبقى في المركز الثاني ويبقى فيه منافسه، برغم اللي فيه اشاعه كانت الصبح على حوار اللهم صل على النبي، على حوار اللي هو كان هياخد البطوله. ما اعرفش الاشاعه دي ليه طلعت، كان واخد 800 صوت وعثمان ديمبلي مش عارف واخد 710. فهي يعني اوريدي مبلوعه شويه الترتيب السنه دي عكس الترتيب بتاع السنه اللي فاتت. النظام بتاعه انا اللي عجبني اصلا كمان المغني اللي دخل غنى النهارده، وانت عارف هو كان بيدي اشاره ليه. ويعتبر اللهم صل على النبي على اللي عجبتني لقطه يعتبر رونالدينو اللي هو قال لك ايه، انا خليك تتشتت كده، اللي هو لعب في برشلونه ولعب في باريس، اللي هو كان هو اسطوره لبتوع باريس سان جيرمان واسطوره لبرشلونه. والحاله اللي خلت عثمان ديمبلي عامه، الراجل بيقول لك من ساعه ما اتجوز ربنا هديه والدنيا تمام معاه، وعدى كده في فترات كده كويسه. ومع ان اللي انا واحد برشلونه اتضايقت من اللقطه اللي هو عملها، ما اعرفش بقى الجمهور بتاع اسبانيا بتاع برشلونه بصراحه يعني ما بقاش متفائل بيه خالص. جمهور كده تحس تعبان في دماغه. برشلونه موقع مش واقع يعني، انت فاهمني. ما بيفوقوش الفرقه كده، فرقه فات بس عشان هانز فليك مش عشان حد تاني لمعلومه يعني. لكن انت بقى بتشوف ما تعرفش ده الراجل ده تعرض لضغوطات قبل ما يمشي من برشلونه اللي يخليه يحتفل قدام برشلونه، بس مش موضوعنا. الموضوع اللي هو الراجل اتحمل كتير، وكان عليه جه عليه فتره لما كان بيتصاب كان في ميمز كتير، الراجل كان بيتريق، انا ذات نفسي كنت بتريق عليه. وما نقدرش نقول اللي هو كان التريقه دي بني ادم يستحملها، وهو كان يعتبر يعني كان عليه كميه ميمز اللي هو الراجل ما يقدرش. ما اعرفش هو بيتابع حوار الشرق الاوسط في التريقه اللي عليه ولا لا يعني، ما اعرفش.
بس انت بقى النقطه اللي انت ترجع وبالرغم ان انت كان اصاباتك كتير وترجع وتدوس على نفسك وتعمل ده كان انجاز كبير. وبالرغم يعني انت برضه لازم يبقى في تقدير للاعيبه باريس سان جيرمان، دي البطوله حتى فرنسيه وهي مش مقياس لكده. بس انا كنت شايف حكيمي برضه كان ما يبقاش في المركز السادس. يعني طب تقول لي طب ايه ترتيبك من وجهه نظرك؟ بما ان انا يعني قبل ما اقول الترتيب انا كنت شايف عامه مبدئيا يعني متوافق جدا على حوار لامين يامال اللي هو ياخد افضل لاعب شاب. وكويس اللي هو ما خدش اصلا عامه البالون دور، عشان كان بيقول في ناس حست ان هي طمعت قوي. وانا لما شفت المنافستين للاثنين دول عرفت اللي خلاص ايه اللي عثمان ديمبلي هو اللي هياخدها، يستحقها وباستحقاق. وعلى فكره وما كنتش اتضايق لو رافينيا كان خدها، كنت اقول لك باستحقاق برضو. انت فاهمني اللي هو عامل موسم خرافي، انت فاهمني. بس هو لو كان رافينيا خدها كنت هاجي اقول لك طب ما كان صلاح يا عم ياخدها احسن. ما واحد يعني عثمان ديمبلي خدها عشان مش عشان هداف الدوري الفرنسي، لا عشان واخد دوري الابطال وتاني هداف في تشامبيونز ليج ووصل نهائي بس كاس العالم الانديه وبتاع. فانت حاجات زي دي فاهمني، واخد سوبر اوروبي فلازم ياخدها وباستحقاق. فانت متخيل النظام ماشي ازاي. لكن انت بقى تيجي بقى تقول لي اصل رافينيا، قصدي ما لو رافينيا خدها لا كان صلاح ياخدها، وانا كان يتمنى لصلاح. وعلى فكره لو صلاح كان خدها برضه ما كانتش برضه فاهم هتقول لا ظلم، لا الراجل كان عامل اداء خرافي برضه. انت في ناس يعني لا مؤاخذه بعيدا عن البطولات القاريه، ميسي خدها عشان احصائياته الفرديه، وخد سنه من السنين 2021 دي خدها ليه؟ هتقول عشان كوبا امريكا يعني مش عليها عنات الكبير اصلا، بطولة عادي يعني بطولتها عادي ما تفرقش عن افريقيا بحاجه ومش ببالغ كملاعب بكل حاجه مبدئيا. يعني ده من رايي الشخصي. من رايي الشخص كمان من ناحيه الترتيب عثمان ديمبلي انا شايف انا ممكن اقول لك رقم 2 رافينيا، ورقم 3 صلاح، ورقم 4 فيتينيا، رقم 5 حكيمي، اشرف حكيمي. وكنت ممكن احط لك لامين يامال، ده انا قصدي يعني من وجهه نظر لامين يامال المركز السادس مش عيب. وما كنتش اقدر اقول ده لسه طفل اصلا عامه، والانجاز اللي هو عامله كان من يعني في جوان فرديه زي رافينيا جايب جوان فرديه. بس ما اعرفش ايه السبب اللي خلى رافينيا اصلا المركز الخامس. لو في مشاكل انا عامه ما اعرفش، يا عالم لو في مشاكل بره الملعب كتير، مشاكله كتير يعني زي فينيسيوس السنه اللي فاتت ليه ما خدهاش؟ وكان كويس اللي هو ما خدهاش عشان كان مشاكله كتير وحواراته كتير. يقول لك بتعالى مع ظلميه ومش عارف ايه وبتاع. ده كريستيانو كانوا بيتنمروا عليه، كريستيانو مش فاهم يعني. انت بص لدرجه اللي هو بيتريقوا على اي حد يا معلم، مش عشان انت اسمراني وتعيش للدور. فهي دي المقياس اللي انا شايفها بعنايه كده، اللي هو الراجل اكيد كان قليل الادب بره، الله اعلم كان نظامه ماشي ازاي. ده كان ترتيب اول 6. انا ما يعنينيش من بعد 7 مش فارقه معايا عامه. تمام. هتقول لي طب ليه مبابي ما دخلش بتاع؟ مبابي اصلا ما كانش يستحق اصلا يخش لمده 3 سنين يعني عامه. هو كان بيتحط مجامله اصلا عشان بالون دور والفرنس فوتبول، عشان بالصلاه على النبي كده عشان فرنسيه. دي من وجهه نظري، مش ما سمعتهاش من اي حد تاني. لكن انت هتقول لي وجهه نظرك اللي عثمان ديمبلي هياخدها باستحقاق. احسن نادي في العالم لو كان قال برشلونه او باريس، بس باريس احسن عشان واخد الشامبيونز ليج. بس عادي كانوا قايلين السيتي السنه اللي فاتت عادي، وكانت الريال واخداها برضه مفيش اي مشاكل. ولو كان قال احسن مدرب برضه، لو كان بص عامه كان اي حاجه على برشلونه او باريس كنت عادي مش هنقول عليها ظلم. لو كان قال هانز فليك يا سلام ده جامد فشخ، لو قال لويس انريكي يا سلام ده جامد فشخ برضه، نفس الحوار ما كانتش هتفرق معاه. هتقولي طب ما هو ايه الاقرب ليك؟ عادي والله يعني انا عامه بس عشان الشامبيونز ليج بس هو اللي محطوط، هو اللي عامل حاجز بس للرجاله، هو خلاص لويس انريكي. لكن انت لو ما كانش واخدين الشامبيونز ليج برضه كانت اداءهم وارقامهم كانت جامده، لا كنت اقول لك برشلونه باللعيب بالفرق اللي لعبها ولعب فرقه تقيله زي السنه اللي فاتت، نفس الحوار لباريس. فانت هتحس ان انت متلخبط شويه. وده كل ده من رايي الشخصي مش جايبه من نابع لاي حد، انا بس الراي لكذا حد من صحابي، لو لقيت اقتنعت بقوله ولما اقتنعتش بيه بقول رايي في الاخر. تمام النقطه. بس هي دي النقطه اللي انا اقدر اقول عليها. والف مبروك لعثمان ديمبلي، ياخدها باستحقاق.
ويعني يعتبر تحس اللي هو ربنا هداه اول ما كان متجوز المغربيه دي. على طول يعني الراجل تحس ان هي سلكت معاه كده شويه، ما اعرفش ليه، يعني تحس اللي هو يعني متقي الله شويه. ما علينا، اشوفكم على خير، سلام يا معلم.